واحدة من أغرب الظواهر اللي حصلت في تاريخ كوكب الأرض، وعلى الرغم من كده حصل تعتيم كبير قوي عليها ومحدش اتكلم عليها خالص. كلنا عارفين ان الهرم الكبير اتبنى ومحدش يعرف عنه حاجة لحد دلوقتي، واتقال عليه ان هو كان مقابر للملوك بتوع زمان ايام القدماء المصريين، بس الحقيقة ان لحد اللحظة دي محدش يعرف الهرم اتبنى ليه. الدليل على كده انه مفيش جواه اي حاجة من اللي دايما بتتحط في المقابر بتاعة الملوك بتاع زمان. كمية الكنوز والاطعمة اللي كانوا بيسيبوها في التوابيت بتاعتهم قبل ما يموتوا عشان اعتقادهم في البعث في الحياة الاخرى كانت رهيبة، لكن في الهرم ما كانش فيه حاجة. الظاهرة دي حصلت ومحدش اتكلم عليها رغم انها ليها علاقة بمصر. في 16/1/1904 اتولدت طفلة جميلة اسمها دورسي. طفلة جميلة ومفيش أي مشاكل في حياتها، وحياتها طبيعية جدا، وعاشت حياتها الطبيعية دي لحد ما وصلت ل3 سنين. في الوقت ده دورسي وهي نازلة من على السلم وقعت فتعورت. أهلها جريوا بيها بسرعة على المستشفى. أول ما دخلت المستشفى في المستشفى حاولوا يستقبلوها، لكن للأسف ما عرفوش يعملوا أي حاجة. وجالهم الدكتور وحاول يبلغ أهلها وقال لهم دورسي اتوفت. أهل دورسي اتصدموا وما كانوش عارفين يستقبلوا الخبر ومش عارفين يعملوا إيه، لكن كان لازم يسلموا أمرهم لربنا ويقتنعوا باللي حصل، وبدأوا يجهزوا الحاجات اللي المفروض يعملوها علشان الدفن. لكن حصلت أغرب حاجة ممكن تحصل، إنه بعد يومين فجأة والدنيا كلها رعب لقوا دورسي بتقوم من مكانها وبتتحرك تاني. أهلها فرحوا جدا، لكن لقوها بتتكلم بطريقة غريبة ولقوها مش على طبيعتها، فبدأوا يطمنوها ويهدوها ويقولوا لها إن هي كويسة، لكن هي بتقول كلام غريب جدا. قالوا ممكن يكون ده من الصدمة بتاعة الخبطة، لكن هنحاول نطمنها الفترة اللي جاية، إحنا لازم نروح على بيتنا. وفعلا خدوا دورسي وراحوا على بيتهم عشان يعيشوا حياة طبيعية، لكن في البيت حصل حاجات أغرب من اللي حصلت في المستشفى. دورسي بدأت تقول لهم أنا عايزة أروح بيتي. فضلوا يحاولوا يقنعوها بشتى الطرق الممكنة إن هو ده بيتها، لكن للأسف دورسي على كلمة واحدة إن هي مش مقتنعة بأي حاجة وعايزة تروح بيتها. أهلها حاولوا معاها أكتر من مرة، لكن دورسي برضه مصممة إن ده مش بيتها ومصممة إنها تروح بيتها. دورسي كانت عمالة تقول كلام غريب وبتقول إن بيتها كان فيه تماثيل وجناين وده مش بيتها. فبدأوا أهلها يقلقوا وعرضوا الموضوع على دكاترة كتير. الدكاترة قالوا لازم نتعايش معاها على إنها مريضة، لأنه ممكن يكون اللي حصل ده حصل بسبب الخبطة وأثرت على دماغها. بس الحقيقة إن دورسي هي اللي بدأت تتعايش لحد ما توصل للي هي عايزاه. فعلا دورسي عاشت معاهم، وبعدها بكام سنة وهما بيزوروا المتحف البريطاني اللي كان فيه جزء مخصص للآثار المصرية. دورسي أول ما دخلت المتحف انبهرت بالموضوع وبدأت تجري على الآثار المصرية اللي موجودة جوه المتحف وتعجب بيها جدا، لحد ما وقفت قدام لوحة معينة وقالت هو ده بيتي. بس هو مال بيتي بقى كده ليه؟ شكله قديم وغريب، هو ايه اللي حصل؟ كانوا ساعتها في غرفة معبد الدولة الحديثة، والصورة اللي دورسي وقفت قصادها اللي هي طبعا في وقتها ما كانتش دورسي، كانت صورة الملك سيتي الأول أبو الملك رمسيس الثاني. دورسي انبهرت بالموضوع وقالت لهم هو ده بيتي، وسابت ايدين مامتها وجريت في المتحف كله قدام الآثار المصرية كلها، وبدأت تجري على تمثال وتبوس رجله وتحضنه. كل اللي كانوا واقفين في المعبد اندهشوا من الموقف وبدأوا يبصوا لها بصات غريبة ومحدش فاهم أي حاجة، لكن في الوقت ده كانت دي البداية. دورسي عجبها الموضوع وبدأت تكتشف إنها ممكن توصل لأهلها، فبدأت تروح المتحف البريطاني كتير وبدأت تتعمق أكتر في الآثار المصرية اللي جواه، لحد ما قابلت السير أرنست ألفريد ويليامز اللي قابلها وبدأ يعلمها اللغة الهيروغليفية اللي لقاها أصلا متعلماها وبتتكلم بيها، بس ما كانش حد فاهمها، فهو بدأ يساعدها إنها تفهم حاجات أكتر عنها وبدأت تتكلم كويس جدا. دورسي ما زهقتش وفضلت تدور وتبحث أكتر في الموضوع لحد ما كبرت، ولما كبرت بدأت تدور أكتر وأكتر وتبقى عايزة تروح مصر بأي طريقة. كان هدفها الأول والأخير في حياتها إنها توصل لأهلها الحقيقيين. اتعرفت على شاب مصري كان عايش في بريطانيا، وكان ده وسيلتها إنها تروح مصر بلدها الأولى، وفعلا اتجوزوا وسافروا على مصر. دورسي أول ما وصلت مصر وطت على الأرض وبستها. ساعتها جوزها استغرب جدا. المهم إن هما كملوا وراحوا على بيتهم وبدأوا يعيشوا مع بعض، لكن كان بيحصل حاجات غريبة خلت الموضوع يبقى مرعب أكتر. جوزها كان بيصحى بالليل يلاقيها بتعمل حاجات غريبة، فمرة صحي بالليل لقاها مفتحة عينيها وعينيها بيضة جدا، ولقاها بتكتب كلام غريب بطريقة غريبة على ورق موجود جنبها وهو مش فاهم أي حاجة. الموضوع بدأ يزيد رعب أكتر لحد ما حصلت مشاكل ما بينهم وبدأ يواجهها بالكلام ده ويفكرها ملبوسة. دورسي واجهت جوزها إمام عبد الحميد بالحقيقة وقالت له إن كان بيجي لها في النوم حور رع. حور رع ده من القدماء المصريين وبيجي لها في الأحلام عشان يحكي لها عن حياتها الأولى. دورسي كان اسمها كامبانتر شيت في حياتها الأولى، واللي معناها كسارة الروح. وهي طفلة 3 سنين والدتها توفت. بعد ما دفنوا والدها حس ان هو مش هيقدر يتحمل مسؤوليتها، فوداها معبد أبيدوس وبدأت تتربى على انها كاهنة جوه المعبد ده،
وفعلا عاشت لحد ما وصلت 12 سنة، لحد ما جالها رئيس الكهنة وبدأ يسألها هل هتعرفي تكملي جوه المعبد وتبقي كاهنة ولا عايزة تعيشي حياتك بره، تتجوزي وتعيشي حياتك العادية. لكن هي اختارت انها تفضل كاهنة جوه المعبد، وفعلا اتربت جوه المعبد وعاشت حياتها كلها لحد ما كبرت وبقت كاهنة جوه المعبد. بس حصل الغير متوقع، كان المفروض كاهنات المعبد بيفضلوا عذارى، لكن بانترشيت زارت في يوم من ايام الملك سيتي، ولما دخلت له حصلت غلطة كبيرة بينهم، وبعدها بانترشيت حملت، ولما لقت نفسها حامل جريت على رئيس الكهنة وقالت له المشكلة اللي هي فيها. لكن رئيس الكهنة حذرها وقال لها ان عقوبة الغلطة دي هي الموت، ولازم هتقف قدام المحكمة وهتسبب فضيحة للملك سيتي. لكن هي ما حبتش ده، وكان اختيارها انها قبل ما تتعرض للمحكمة تموت نفسها. ودي كانت حياة دورسي القديمة بانترشيت. جوزها بعد ما سمع القصة دي بدأ يقلق منها وقرر ان هو يعيش في أوضة لوحده، لكن بعد فترة من المشادات ما استحملش وطلقها. دورسي فضلت مكملة في القصة دي وبدأت تكتب تفاصيل حياتها اللي كان بيحكي لها عنها حور را، اللي قالت ان هو فضل يجي لها سنة كاملة بعد الموضوع ده، لدرجة انها كتبت 70 ورقة باللغة الهيروغليفية عن قصة حياتها كلها القديمة. دورسي او ام سيتي زي ما كانوا بيسموها، لانه يقال ان هي كان ليها ابن اسمه سيتي، والطفل ده اختفى بعد ما جوزها طلقها وما تذكرش اي مصادر عنه. حاولت توصل لحد ما وصلت لسكرتيرية جورج ريزمير، ده كان اهم مؤرخ وعالم اثار في الوقت ده في مصر. فعلا قعدت مع السكرتيرة بتاعته وبدأت تعرفها بنفسها، لكن السكرتيرة لاحظت حاجة غريبة من ضمن التعريفات دي، ان دورسي كانت بتعرف تتكلم مع التعابين، ودي كانت صفة عند القدماء المصريين، كتير منهم كانوا بيعرفوا يتكلموا فعلا مع التعابين بلغات معينة. سنة 1935 دورسي راحت عاشت في نزلة السمان علشان تبقى قريبة من الأهرامات، وفعلا بدأت تدور على شغل لحد ما اتعرفت على عالم الآثار المصري سليم حسن، اللي ساعدها كتير جدا وكان بوابة الدخول ليها للآثار المصرية. اشتغلت معاه فترة كبيرة قوي وبدأت تساعده وتساعد علماء آثار كتير قوي، وفي خلال فترة شغلها كانت بتقدم قرابين وبتصلي الصلوات القديمة بتاعة القدماء المصريين كأنها بالظبط عايشة في المعبد. دورسي كانت بتقضي أيام كتيرة جدا في الهرم الأكبر، وده اللي خلاها تنتشر وتتشهر في وسط الناس اللي هي عايشة حواليهم، إنها بتقعد كتير في الهرم، فبدأوا الناس يتعرفوا عليها وكانوا بيحبوها ويحترموها جدا لأنها كانت محترمة جدا في كلامها معاهم وبتحبهم جدا جدا. When I was 3 years old, I fell downstairs. أنت جوزت مين؟ أيوة واخدين 2. يا سلام. إيه أنت مين رمسي؟ كان أهم نقطة عندها إنها بتحترم كل الأديان وما كانش عندها تفرقة، طبعا على أساس إنها كانت من عصر القدماء المصريين، فكانت بتعتبر نفسها مش مسلمة ومش مسيحية وملهاش ديانة من الديانات الوقتية دلوقتي، لكن هي كانت بتحب الديانات دي جدا، وكانت بتصوم شهر رمضان مع المسلمين وبتحتفل بعيد الميلاد مع المسيحيين. بدأت تشتغل كتير في الآثار وساعدت عالم الآثار أحمد فخري في اكتشافاته في هرم سقارة، وبعدها بدأت تتعرف على فريق بحثي هتشتغل معاه في اكتشاف معبد أبيدوس اللي هي أصلا كان معبدها الأصلي زمان. فعلا بدأت شغلها مع الفريق البحثي في معبد أبيدوس، بس رئيس علماء الآثار هناك في الوقت ده ما كانش مصدقها وحاسس إنها بتقول حوارات كتير في كلامها وكلامها كله كذب في كذب، فعمل لها اختبار، قال لها تعالي معايا وهندخل جوه هوريكي حاجة. فعلا خدها وبدأ يدخل جوه المعبد في حتة مكان ضلمة جدا ومحدش لسه أعلن عن اكتشافه، كانت لوحة جدارية بدأوا يكتشفوها بس محدش أعلن عن الاكتشاف ده، وبدأ يوريها اللوحة دي في عز الضلمة وقال لها أنا عايز أعرف إيه اللي موجود في اللوحة دي. المفاجأة إن دورسي بدأت تشرح له حاجات كتير جدا من اللوحة دي من غير ما تشوفها، وبتقول له تفاصيل غريبة محدش كان لسه عارفها، حتى هم نفسهم كانوا لسه مكتشفينها وما اعلنوش عن الموضوع ده. الفريق كله بقى واقف مصدوم وفي حالة ذهول من اللي دورسي بتقوله، وإنه محدش لسه عارف الكلام ده أصلا. بس المفاجأة ما كانتش هنا، المفاجأة في اللي جاي. دورسي بدأت تخش جوه المعبد أكتر وتقول لهم فين الأنفاق اللي موجودة هنا، تعالوا واحفروا في الأماكن اللي هقول لكم عليها دي، هتلاقوا أنفاق، الأنفاق دي أنفاق مهمة وهتوصلكم لحاجات كتير. فعلا سمعوا كلامها وبدأوا يحفروا زي ما هي قالت في الأماكن اللي هي قالت عليها، وبدأوا يكتشفوا الأنفاق دي بطريقة غريبة جدا. أماكن الأنفاق طلعت صح وكان اكتشاف أثري عظيم. بدأت بعد كده تقول لهم في جناين معينة في أماكن هقول لكم عليها، وبدأت تدلهم على الأماكن دي، وطبعا كانوا مصدقينها بعد اللوحة الجدارية والأنفاق اللي اكتشفتها، لأن ده أصلا كان المعبد بتاعها. حتى وهي صغيرة لما كان عندها 3 سنين شافت اللوحة مع أهلها بتاع سيتي الأول، ساعتها سألت فين الجناين. هي دي الجناين اللي دورسي اكتشفتها. الجناين دي كانت جناين من ساعة الملك سيتي الأول. بدأت تلمح في كلامها إنها عارفة مقبرة الملكة نفرتيتي وعارفة مكانها اللي محدش اكتشفها أصلا، بس ما رضيتش تقول على مكانها صراحة، لأن الملك سيتي كان عنده مشاكل مع إخناتون وهي كانت وفية جدا للملك سيتي، بس لمحت وقالت إن مقبرة نفرتيتي قريبة من مقبرة الملك توت عنخ آمون.
ساعتها فريق البحث العلمي فكر ان هو جاب اخر وادي الملوك، وفضلوا يدوروا على المقبره، لكن برضه مقبره نفرتيتي لحد دلوقتي لسه ما اكتشفوش مكانها. وعاشت دورسي لحد 10 ابريل 1981 وتوفت في الوقت ده. على حسب العاده عند اهلها القدام بنت لنفسها مقبره كبيره وعملت باب وهمي، باب اللي هيفتح لها المجال للبعث في الحياه الاخرى، وقالت انها عايزه تدفن فيه. لكن طبعا السلطات المحليه في الوقت ده ما رضيتش انها تدفن في المكان ده، واتدفنت قدام مقابر الاقباط. وفي الوقت ده انتهت ظاهره من اغرب الظواهر اللي موجوده في موضوع البعث الاخر اللي موجود عند القدماء المصريين. ناس كتير قالت ان هي ظاهره مش هتتكرر تاني، وطبعا في الوقت ده الناس بدات تقول اراء مختلفه، منهم اللي مؤمن ان النظريه دي هي اكبر نظريه ممكن تثبت البعث والخلود اللي كان مؤمن بيه القدماء المصريين، وناس تاني قالت ان هي مجرد واحده كانت دارسه كتير جدا، وبسبب الخبطه لما وقعت على دماغها وهي عندها 3 سنين بدات تتاثر نفسيا وبدات تدرس في الموضوع اكتر، فقررت ان هي تبقى من القدماء المصريين زي ما هي خلقت القصه دي لنفسها، بدليل ان هي ماتت في الاخر وما كملتش في حياتها. لكن الاكيد ان الحضاره المصريه كانت اعظم الحضارات الموجوده على مر كل العصور، واسرارها كتير جدا وغريبه جدا. وعلى رغم التقدم التكنولوجي اللي وصلنا له لحد النهارده، منهم طلوع القمر نفسه، لكن لحد دلوقتي لسه ما عرفناش ازاي الهرم اتبنى ولا ازاي بيحنطوا الجثث بتاعتهم بتاعت زمان. الحضاره المصريه مليانه اسرار محدش يعرف عنها حاجه، وكل ما بنخش فيها اكتر وبنتعمق بنكتشف حاجات اكتر. انا عادل مجدي، شكرا ليكم، وهنعرف بعد كده معلومات اكتر بكتير.